السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم النهاردة معانا في فكرة جديدة وفيديو جديد. فكرة النهاردة أو فيديو النهاردة كمالة الفيديو السابق. عملنا مع بعض أفكار لطيفة، للي ما شافش الفيديو أتمنى تشوفوه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على خير خلق الله ونبدأ مع بعض نشوف أول فكرة. تعالوا كده بينا. أول حاجة أنا عندي قطعة من القماش. قطعة القماش دي بعرض 12 سنتي والارتفاع 22 سنتي. بدأت كده مقسماهم لأجزاء، معايا 8 سنتي 8 سنتي كمان و7 سنتي. جبت عندي بالنسبة للدورانات أي حاجة مدورة حطيتها في أطراف قطعة القماش وبدأت أعلم بقلم وأقص الزيادة اداني الدوران اللي احنا شايفينه ده. هحتاج ايه كمان؟ عندي قطعة من الفوم. قطعة الفوم دي 11 سنتي عرض و21 سنتي طول. تمام كده زي ما احنا شايفين في مسافة نص سنتي من كل جنب في قطعة القماش. هعمل ايه لو الفوم اللي عندي بلزق؟ تمام، مش بلزق يبقى اوزع عليه لزق دبل فيس والزقه. حابين نستخدم السيليكون؟ تمام جدا. فهبتدي ان انا الزق معايا كده بالطريقة دي وهبتدي اضغط عليها كويس لحد ما اخرج كل الهواء. بعد كده هبتدي ان انا اقص الاطراف علشان خاطر نقدر نتني باقي قطعة القماش. زي ما احنا شايفين مع بعض فكرتنا النهاردة معتمدة على الحاجة اللي موجودة عندنا في البيت، يعني ان شاء الله بأي حاجة متوفرة عندك تقدري تعمليها. عايزة اقول لكم كمان فكرة البورتفيه ده يدوي، يعني من غير مكنة من غير خياطة. فانا هعمله بترتيب، بيبقى طبعا ترتيبه مختلف عن ترتيب اللي بتعمل على المكنة. حبيت بس اوضح لكم النقطة دي ان ده مختلف عن ده. تمام. هنرجع كده لفكرتنا. بدأت اقص الاطراف زي ما انتوا حضراتكم شايفين عشان نتني الاطراف بتاعة قطعة القماش. حلو كده. هبتدي دلوقتي اتني، بوزع السيليكون بتاعي. طبعا انا هنا السيليكون بتاعي يكون سخونيته كويسة عشان يلزق معاكم كويس. الشمع والقماش بيقبلوا بعض جدا، فيعني الفكرة هتبقى ان شاء الله قوية ومتينة وكويسة جدا. مش معنى ان هي معمولة بالسيليكون هتفك والكلام ده، لا، هنجرب ونشوف مع بعض والفكرة هتطلع ان شاء الله تحفة جدا ورائعة. اتمنى بجد تتابعوا الفيديو للاخر، في تفاصيل كتير عشان نعرف انا ايه الحاجة اللي هنمشي بيها او الترتيبات اللي احنا هنعملها مع بعض عشان تطلع معاكم الفكرة ان شاء الله ناجحة. انا بتني الاطراف بتاعتي وخلصت كده بالطريقة اللي احنا شفناها لحد دلوقتي، مفيش اي حاجة صعبة. جبت قطعة قماش تاني. طبعا احنا في قماشة الأساسية اللي الخارجية، وبعد كده عملنا بطانة اللي هي عملناها من قطعة فوم، وبعد كده هنعمل القماشة الداخلية. القماش الداخلي ده بقى كده انا هبتدي ان انا وزعت شوية من السيليكون على قطعة الفوم بالطريقة اللي شفتوها وتوزيع كويس. يعني بعد ما بحط السيليكون ببتدي افرده بسن المسدس او بطرف المسدس عشان انا عايزاه يكون مغطي قطعة الفوم كلها. وبعد كده ببتدي ألزق، ومش بحط كله مرة واحدة، لا، جزء جزء عشان مش عايزين اي هوا تحت قطعة القماش. طب لو حابين نلزقها بالنفس الدبل فيس اللي عملنا بيه اول مرحلة، تمام، هتعملي كده وكل حاجة تمام، بس هتضغطي عليها بالمكوة. مكوة تكون السخونية بتاعتها يعني سخناها والسخونية بتاعتها تكون هادية على أوطى درجة. ببتدي ان انا اضغط عليها كده لحد ما يعني ما فيش ثواني، بس يا دوبك تسيح لي او تسخن لي اللزق عشان اللزق يطبع مع القماش. تمام. هبتدي بقى دلوقتي كده انا خلصت وقصيت الزيادة لو معانا زيادة في القماش. هعمل ايه؟ هنبتدي بقى نطبقها عشان ناخد شكل البورتفيه المظبوط، وبعد كده هنبتدي نكمل باقي الشغل بتاعنا عادي جدا. لازم ان انا اعمل كده عشان اديله الشكل بتاعه المظبوط. هجيب بقى دلوقتي معايا قطعة قماش تانية. قطعة قماش دي انا بعمل جيب داخلي للبورتفيه. عندي هنا سوستة، برضو سوستة قديمة لقيتها مناسبة للفكرة او الالوان اللي انا شغالة بيها من ملابس قديمة، فكتها وهشتغل بيها عادي. وقطعة القماش دي معايا هنا دي 9 سنتي ونص والطول 12 سنتي. تمام كده. هبدأ ان انا الزقها كده على السوستة، ونراعي واحنا بنلزق قطعة القماش ما نجيبش الشمع عند السوستة عشان ما تبص. وبعد كده هبتدي احط شمع او اوزع شمع على الطرف التاني من السوستة ونقفل الجيب اللي احنا بنعمله. تمام كده. بصوا ما شاء الله مفيش بعد كده بساطة، حاجة هتعملوها هتفرحوا بيها جدا جدا. ويا سلام بقى بقطعة قماش عندك تكون شكلها شيك وحلو وانتي بتحبي شكلها تقدري تنفذي منها المحفظة او البورتفيه بتاعنا. بنقص الزيادة اللي معانا وبنشيل لو في اي زيادة من السوستة بنشيلها. اداني الجيب ده.
عندي قطعة من القماش، بس القماش الخارجي زي ما احنا شايفين. دي القطعة دي مقاسها كام؟ دي مقاسها معايا 6 سنتي، والطول بتاعها 7 سنتي. وهبتدي برضو ملزقت او وزعت عليها لزق دبل فيس. وهبتدي الزقها من الاتجاه التاني، او هلزق عليها قطعة من القماش الداخلي. دي بقى انا كده لزقت طبقتين قماش على بعض. بحرق الاطراف بتاعتها بالولاعة. عايزين نلزقها بالشمع زي ما قلت لكم نلزق، بس نوزعه كويس جدا، ما نخليهوش مكلكع على القماش. بطبق الجزء بتاعي كده 2، عايزه اعمل يعني اقسمه من النص بالظبط. وهنجيب الجيب اللي احنا عملناه مع بعض، بوزع كده معايا من الاطراف بتاعته على قطعه القماش، على الاطراف بس شويه من اللزق بتاعي. وببتدي ان انا احط قطعه القماش اللي عملناها دي، اوسطنها في النص بالظبط، اخلي الطرفين قصاد الطرفين، ما يبقاش جزء يعني يكونوا سلام على قد بعض، ما يبقاش حته اطول وحته اقصر، لا يكونوا سلام. هعمل الخطوة التانية بنفس الطريقة والاتجاه التاني بنفس الشكل. كل ده انا شغالة على الجيب. في حاجة عايزة اقول لكم عليها، انا هنا وانا بلزق وبركب الجزء اللي ركبناه، يا اما امسكه بمشبك عندي، يا اما امسكه بايدي لحد ما ينشف تماما. ممكن بكل بساطة انا وزعت وحطيت بس ما ضغطتش، هلاقي الحاجة فكت معايا بكل بساطة. وانا مش عايزة كده، انا عايزة ان انا لما الزق الحاجة تكون لزقت تمام، والشمع طبع على القماش ومسك نفسه كويس. خلصنا كده. بعد كده هنجيب معانا، هنسيبها كده على جنب، وهنجيب بقى معانا المحفظة بتاعتنا، وهجيب يعني هعمل ثقب كده في النص بقلم، هحدد الاول بالقلم في النص، وبعد كده باي سن قلم او سن ابرة او مقص هضغط عشان اوصل للاتجاه التاني. طبعا انا باين معايا وعلمت برضو بالقلم. معايا كبسون، الكبسون ده عند محلات الخردواتي، كارت كده صغنن فيه 5 كبسونات في حدود 2 جنيه 3 جنيه، مش اكتر من كده. وهبتدي دلوقتي اخد منهم كبسونة، وهبتدي ان انا اركبها في البورتفيه بتاعي. حلو. بالابرة والخيط. انا هنا المفروض كنت اركب الكبسونة قبل ما اركب قطعة القماش الداخلي، طبعا دي فاتت مني فمش مشكلة، بس بقولت اقول لكم على برضو ممكن الانسان ممكن ينسى وتعدي منه حاجة، فحبيت اخليكم تاخدوا بالكم من النقطة دي. تعالوا كده معانا، ده فكرة بورتفيه انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، عشان لو احنا مستصغرين ده او عايزين حاجة بحجم اكبر او عاوزين حاجة سواريه، هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاعه. تمام، لو حابين نشوفه. نرجع كده لفكرتنا. هجيب بقى بعد ما ركبنا الكبسون خلاص من فوق ومن تحت، وهبتدي طبعا في واحد بيركب من جوه وواحد بيركب من بره، لو طبعا عشان تاخدوا بالكم برضو من النقطة دي. هجيب بقى الجيب اللي عملناه، احنا هنتني قطعة القماش في الطرفين بتوعها مركبناهمش او ملزقناهمش، بنتنيهم على بره بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي. وببتدي اوزع على طرف قطعة، كل قطعة فيهم شوية من اللزق، وهبتدي الزقها في الوسط، في المكان اللي في الوسط بالظبط، او في نص البورتفيه بالطريقة اللي انتوا شايفينها. وبضغط بثبت الاول في المكان المظبوط، واضغط بايدي لحد ما اتاكد انه لزق تماما. انا كده لزقت اتجاه، وهبتدي ان انا الزق الاتجاه التاني عشان نكمل تقفيل البورتفيه. بصوا انا ماشيه الخطوات واحده واحده، عشان نشوف كل حاجه بالترتيب. تمام. وزي ما قلت لكم ده بورتفيه يدوي مش بالمكن، في اختلاف ما بينه في الترتيب وما بين اللي بنعمله على المكنه، ده حاجه وده حاجه. هو بس الاختلاف في التركيب الحاجه ازاي وخياطتها ازاي. هبتدي كده ان احنا خلاص قفلت، وما شاء الله شكله ابتدى يبان. وبصوا والله عملي جدا جدا، مش معنى إن زي ما قلت لكم معمول بشمع ان هو خفيف وضعيف وممكن يتقطع، بل بالعكس هتلاقوه النتيجة رائعة. هجيب هنا معايا عندي قطعة من سلسلة، عندي حلقة بتاعت ميدالية، عندي كان فص كده من اكسسوار قديم. هبتدي اجيب قطعة السلسلة دي واركب فيها الحلقة بتاعت الميدالية، وهاخدها اركبها بحلقة صغنونة تاني من اللي هي حلقات الاكسسوار في السوستة او في السحاب بتاع السوستة. هقول لكم دلوقتي ده ميزته ايه او هنعمل بيه ايه، يعني هو مش منظر وخلاص، هنشوف هنعمل فيه ايه. هبدأ دلوقتي كمان نركب اللهم صل على النبي، الفص برضو اللي باقي معانا في النص كده، برضو بحطه وافضل ضغط عليه لحد ما ينشف تماما. بلاش يا جماعة موضوع ان احنا نلزق الحاجة ونسيبها، قال يعني احنا خلاص حطيتها وسبتها، لا، احطها واضغط عليها لحد ما تلزق معايا وتنشف كمان. ده كده معايا المنظر بتاع البورتفيه، كتكوت وصغنن وجميل وبسيط
وتحفة جدا، نقدر ننفذه بأي قطعة قماش عندي. تعالوا بقى هنا ممكن السوستة دي نحط فيها الأوراق الخاصة بينا والحاجة الخاصة بينا، أو هنا بقى ممكن نحط معانا 3 جيوب، نحط الفلوس فكة ورق زي ما انتوا عايزين، زي الفل وتحفة جدا. هركب مفتاح برضو الشقة في السلسلة دي، بنحطها جوه البورتفيه من بره زي ما انتوا برضو تحبوا. حاجة كده شياكة وسهلة وبسيطة، عملتها لحبيبتي اللي طلبتها مني. اتمنى بجد تكون الفكرة عجبتكم، ويا رب يكون الشرح واضح. في حاجة مش واضحة اكتبولي. اتمنى طبعا تقولوا لي رأيكم في التعليقات، لانه بيهمني وبيفرق معايا كتير. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. ما تنسوش اختكم باللايك والشير والاشتراك في القناة. شكرا ليكم والسلام عليكم.